السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم كيك يومي بمكونات مضبوطه وبواحد الاضافه بدرهم واحد فقط، غادي يبدل لك المذاق تماما نتاع هذه الكيكه هذه. غيجيك افضل بكثير من الكيكات اللي متعوده عليهم. هذا الكيك اللي كيجي مقطن وخفيف ومفشفش، وهانتوما كتشوفوا حتى الشكل راه جد رائع بمكونات اللي جد بسيطه واقتصاديه. المذاق لذيذ بزاف كيف قلت لكم، كيدوب في الفم. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش ينجح معكم ان شاء الله. ولا عجبكم الكيك ديال اليوم ما تنسونيش من لايك والبارطاج للتشجيع فقط. والغزالات اللي مازالين جداد معايا مرحبا والف مرحبا. ما تنسينيش يا حبيبه من الدعم ديالك، بركي على الاشتراك او صابوني، وما تنسيش تفعيل الجرس. بهذه الطريقه توصلي بكاع الشيوات اللذيذه اللي كنحط. غندوزو مباشره نكتشفوا المكونات وطريقه تحضير هذا الكيك الرائع. غادي نخلطوا الوصفه مع ذكر المكونات. هنا في اناء غادي نضيف 3 ديال الحبات ديال البيض. غنعطيكم هنا واحد التوضيح بسيط. اليوم ما غاداش نعبروا نهائيا بالميزان، غنعبروا بالكيسان او الاكواب. ممكن ان تعبروا بالكيسان او الاكواب نتاع الشاي او القهوه، المهم اللي كتوفروا عليهم. المهم الكيسان اللي عندكم كتوفروا عليهم هما اللي غتعبروا بهم، والكيسان اللي غادي نعبروا بهم السكر والزيت هو اللي غنعبروا به الدقيق. يعني حتى حاجه ما غتختلف. كاين شي وحدين ما عندهمش باش يعبروا، هذه سهله. ضفت هنا كيف ما كتشوفوا كاس ممتلئ من السكر سنيده او السكر حبيبات. غادي نضيف عليها كيس من السكر الفاني. المكونات هادو غادي نخلطهم بالباتور او بالضرب الكهربائي. الا ما كتوفروش عليه ممكن ديروا المطحنه الكهربائيه بلاصتو، ولا ما كتوفروا على هادي ولا حتى شي حاجه ممكن ديروا بالفوي او الضرب اليدوي. غير هو خصهم يتخدم مزيان. السر باش كيطلع الكيك ديالنا مزيان منتفخ مزيان راه هو فاش كنخدموا البيض مزيان. القوام كيرجع على هذا الشكل هكا، كينتفخ وفي نفس الوقت داك الصفوريه ديال البيض ما كتبقاش، كيولي الخليط القوام ديالو بحال الكريم واللون ديالو بيض. غنضيف هنا كاس ممتلئ من الحليب بدرجه حراره المطبخ مع الاستمراريه في التخلاط. كاس ممتلئ من زيت المائده او زيت نباتيه. راني كنعبر بنفس الكاس، ودائما الاستمراريه في التخلاط. في هذه المرحله هذه غادي نحيد الباتور وغنكمل التخلاط ديالها غير بالفوي. بالنسبه للاخوات اللي يستعملوا المطحنه الكهربائيه في هذه المرحله هذه صافي غتحيدوه من المطحنه الكهربائيه، واللي دايرين بالفوي راكم بديتوا به غتكملوا به. غادي نستعمل هنايا صفايه او مصفات باش غنغربل هذا الدقيق هذا. كيف ما كتلاحظوا دائما العبار بنفس الكاس. كنضيف هنايا 2 كيسان من الدقيق الابيض او فرينه، هانتوما دائما بنفس الكاس. وغادي نغربل هذه الكميه هذه ديال الدقيق. مازال غادي نزيد الدقيق، غنخلط بعد هذه الكميه هذه عاد غادي نزيد الكميه اللي متبقيه. كيف قلت لكم في هذه المرحله هذه غادي نخلط غير بالفوي، وفي نفس الوقت يعني غير بشويه، ماشي نزرب غير هكا بهذا الشكل هكا، بهذه الطريقه هكا. كنعاود نرجع هنايا الصفايه وكنزيد هنايا الكاس الثالث ديال الدقيق، وغادي نضيف عليهم هنايا 3 نتاع اكياس من خميره الحلويه او البيكينغ باودر، اي ما يعادل 7 او 8 غرام في الكيس. يعني بالمجموع غادي تكون 21 او 24 غرام. كاين الاكياس اللي كتكون فيهم 7 غرام، كاين اللي كتكون فيهم 8، يعني ماشي مشكل. غادي نغربل هذا الشيء هذا. نخلط بنفس الطريقه. مازال غادي نضيف المكون السري اللي قلت لكم، اللي غيبدل لينا الكيكه ديالنا، غيخلي عندها واحد الفرق بينها وبين الكيكات العاديات. غنستمر بعدا بهذه الطريقه هذه حتى نخلط هذا الشيء هذا. ودابا في الاخير جا الدور نتاع المكون السحري العجيب اللي قلت لكم، هو هذا الفلون. بدرهم واحد البنات غادي تبدلوا الكيكه ديالكم تماما، لا في الشكل ولا في المذاق.
كيعطيها واحد اللون ذهبي جد رائع، وفي نفس الوقت كيخليو فيها واحد المذاق رائع. درهم واحد غادي توجدي واحد الكيكه اللي مختلفه بزاف على هذيك اللي كنتي كتوجدي من قبل. بالنسبه للنوعيه تاع الفلون ممكن تستعملي اي نوعيه متوفره عندك. بالنسبه لهذا الفلون اللي استعملت بلا سكر، يمكن لك ديري اي نوعيه كتوفري عليها. غنضيفها هنايا، يعني ماشي ضروري هذه النوعيه هذه، ونخلطها مزيان في هذا الخليط هذا. بالنسبه الا كنتو غديروا مثلا الكيك بالشوكولات، يعني زدتوا فيه الكاكاو، غادي ديروا الفلون بنكهه الشوكولات، او الا غديروها غير هكا غادي ديروا الفلون بهذا العادي بنكهه الفاني. غادي نخلط مزيان حتى يذوب مزيان هذا الفلون هذا في هذا الخليط هذا. واخا يبان لكم بعض الكتل يعني شي حبيبات غير بالتخلط هكا راه كيمشيو. من بعد ما تخلط مزيان راه حتى اللون تاع الخليط راه كيبان ليا تبدل مع هذا الفلون. المهم هذه الاضافه البنات ما قاداش تندموا عليها، كونوا متاكدين وغير جربوها وما تنساوش تردوا عليا. هانتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط كيف رجع على هذا الشكل هكا. انا خديت هذا المول هذا، القطر ديالو 25 سنتيمتر. يمكن لكم ديروا الا عندكم مول متوسط اولا بحال هذا الشكل هكا، هذا راه شويه كبير. المهم غير ما ديروش صغير. درت انا واحد شويه ديال الزبده وغادي ندهن بها هذا المول هذا كامل من الاسفل ومن الجوانب، حتى هاد البلايص هادو كخصهم يدهنوا مزيان باش بهاد الطريقه ما غيلتصقش لينا الكيك ديالنا. غنضيف ليها القليل من الدقيق، وغادي نمشيها كذلك على هذا المول هذا كامل من الاسفل ومن الجوانب كذلك. وداك الزوائد اللي كتبقى ديال الدقيق بطبيعه الحال كنحيدوها. غادي نحاول نبقى ناخذ بهذا الشكل هكا وكندير هنايا الدقيق. من بعد ما تدهن مزيان بالدقيق نتوما كتشوفوا كيفاش كناخذ الخليط ديالي وكنصبو هنايا. غناخذ الكيكه ديالي ونوضعها في الفرن. بالنسبه للاخوات اللي كيطيبوا الكيك ديالهم في الفران ديال الغاز كطيبوه كيف ما كطيبوا الكيك ديالكم عادي. بالنسبه للاخوات اللي كيطيبوا الكيك ديالهم في الفرن ديال الضو، انا دائما كندير واحد الطريقه وكتنجح معايا 100%. كندخل الكيك للفرن وهو طافي، عاد كنشعل عليه على درجه حراره ما بين 175 ل 180. الفرن مشعول من الاسفل ومن الاعلى، كنخليه تقريبا 45 دقيقه، يعني ممكن اقل ممكن اكثر على حسب. المهم هانتوما غادي تشوفوه تبارك الله كيف غادي يتنفخ وغادي يذهب، غيولي بواحد الشكل غزال. عاد نقدر نقول لكم الكيك ديالنا واجد. الكيك ديالنا هانتوما كتشوفوه من بعد ما وجد كيجي جد رائع. غير هكايا بالسباتو ندوزو شي شويه مع الجوانب، واخا ما كتكونش لاصقه الكيك ديالنا، غير باش نتاكدوا 100%. كنقلبها هنايا وكتحيد بكل سهوله من هذا القالب. انتما كتشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي، راه قلت لكم كتجي قطنيه مفشفشه كتذوب في الفم. كيك اللي جد رائع، غيعجبكم بزاف يا البنات، ما غتشبعوش منه. هانتوما كتشوفوا كنبرك عليها وكترجع كيف ما هي. غنقطع لكم هنايا طريف وتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. فعلا هذا الكيك هذا كيستحق التجربه. كرنوا البنات وجربوه ما غتندموش عليه ان شاء الله. واللي جربته بطبيعه الحال ما تنساش ترجع لي التعاليق وتقول لي كيف جا هذا الشهيوه اليوم، او كيف جا هذا الكيك ديال اليوم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، والغزالات اللي مازالين جداد زعما حبيبه وبركي على صابوني. ان شاء الله في هذه القناه كاع الشهيوات الجديده اللي تبغيها تلقايها. ما سخيتش بكم الغزالات، غنخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شهيوه بشهيواتي. بسلامه.